لولا الموسيقى دي ما كانتش هتبقى موجودة. عمل ألحان مهمة لأفلام ومسلسلات كتير لدرجة إن بعض ألحانه لو سمعناها هنعرف ده فيلم ولا مسلسل. حسن أبو السعود اتولد سنة 1949. بدايته مع الموسيقى كانت كعازف للأكورديون، وبسبب موهبته كعازف سافر في رحلات فنية لأماكن كتير زي باريس ولندن. كمان سافر لبنان واشتغل فترة مع المطرب فريد الأطرش. عرفناه كملحن مع المطرب أحمد عدوية، واللي تقريبا لحن له معظم أغانيه زي أغنية بنت السلطان. عمل ألحان لأغلب الفنانين زي خالد عجاج وإيهاب توفيق وتامر حسني. كمان عمل أكتر من 1500 لحن. عمل الموسيقى التصويرية ل 82 فيلم زي سلام يا صاحبي والبيضة والحجر، ومسلسلات زي لن أعيش في جلباب أبي وسوق الخضار، وخد جوائز كتير بعدها. طبعا بعد كل الأعمال المهمة دي بقى نقيب لنقابة المهن الموسيقية سنة 2004. اتوفى الملحن حسن أبو السعود سنة 2007 وهو عنده 58 سنة، ولكن ألحانه فضلت عايشة وسطنا. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.